ناس كتير فاكرة إن الفرق بين الغني والفقير هو الفلوس، بس الحقيقة إن الفلوس نتيجة مش سبب. الفرق الحقيقي بيبدأ من طريقة التفكير، لأن نفس الفرصة ممكن تغير حياة شخص وشخص تاني تضيع منه. النقطة الأولى، الغني بيفكر على المدى البعيد. الشخص اللي عقليته غنية مش بيسأل هكسب النهاردة كام، هو بيسأل الحاجة دي هتفيدني بعد سنة، بعد 5 سنين. ممكن يتعب دلوقتي، يتعلم مهارة أو يوفر فلوس بدل ما يصرفها. بينما التفكير القصير بيخلي الإنسان يدور على الراحة السريعة حتى لو بتضيع مستقبله. النقطة التانية، الفقير يشتري ليبهر والغني يشتري ليبني. أحيانا بنشتري حاجات مش محتاجينها بس علشان نحس إننا أحسن. العقلية الفقيرة تربط القيمة بالمظهر، لكن العقلية الغنية تسأل الحاجة دي هتزود دخلي؟ هتطورني؟ النقطة الثالثة، الغني يستثمر في نفسه قبل أي حاجة. أغنى استثمار مش في مشروع، أغنى استثمار هو نفسك. تعلم، قراءة، مهارة جديدة، دي حاجات محدش يقدر يسحبها منك. النقطة الرابعة، الفقير يخاف يجرب. الخوف طبيعي، لكن الفرق إن بعض الناس يخلي الخوف يوقفه. العقلية الغنية تشوف الفشل تجربة مش نهاية. النقطة الخامسة، الغني يبني علاقات مش منافسة. مش كل نجاح لازم يبقى لوحدك. الناس الناجحة بتدور على التعاون مش المقارنة، لأن العلاقات أحياناً تفتح أبواب الفلوس قبل الفلوس نفسها. النقطة السادسة، الفقير يقارن نفسه طول الوقت. المقارنة بتسرق السلام النفسي. العقلية الفقيرة تبص لنجاح غيرها وتحس بالنقص، لكن العقلية الغنية تسأل أنا اتحسنت عن امبارح؟ النجاح الحقيقي بطيء، مش فيديو واحد ولا شهر واحد. اللي بيكسب في الآخر هو اللي كمل رغم البطء. الغنى مش رقم في الحساب البنكي، الغنى طريقة تفكير. ولما التفكير يتغير، الحياة كلها تبدأ تتغير بهدوء. لو أنت مهتم إنك تتغير، اشترك في القناة وابدأ من دلوقتي.